هاتيلي سبب واحد بس يخليكي ما تقوميش تجيبي كام كرومبة كده وتخزنيهم لرمضان. عايزة اقولك بقى يا قلب اختك، انا جايبالك طريقة لو قدامك غيط كرومب هتخزنيه في 5 دقايق بس، واوعدك انك تطلعيه من الفريزر كأنك لسه سلقاه فريش. يلا بقى روحي هاتيلك كام كرومبة كده، لان ده الموسم بتاعه. بعد كده الكرومب هيسنبل وهينزل لنا بقى الكرومب البطة او الكرومب الصيني اللي ما بيبقاش حلو ولا بينفع يتخزن. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. والنهارده بقى الفيديو بتاعنا مليان معلومات هتفيدك جدا. واول حاجه هنبتدي بيها ازاي نشتري او نختار الكرنب بتاعنا اللي يبقى حلو كده والورقه بتاعته حلوه ويبقى فيه ورق. بصوا بقى، اول حاجه الكرومبه لما نيجي نجيبها ونيجي نخبط عليها كده نلاقيها مهويه شويه، مش مكتومه وناشفه، يعني تبقى حلوه كده. تمام، دي حاجه. تاني حاجه نقي الكرومبه المدوره، ما تنقيش الكرومبه اللي هي ببوز دي، لان اللي ببوز دي ساعات يعني خصوصا بقى في اخر الشتاء كده بتبقى مسنبله من جوه. فنقي الكرومبه المدوره اللي هي تلاقيها مهويه، حتى لما بتكون طويله شويه نقيها تكون مهويه عشان ما تبقاش مسنبله من جوه. تمام كده. ده اول حاجه في اختيار الكرنب. وطبعا الكرنب البلدي بيبقى معروف ان الراس بتاعته بتبقى بتبقى عريضه من فوق مش رفيعه. هنحط بقى حله عندنا كده تغلي فيها ميه، وهنحط فيها معلقتين سكر، معلقتين ملح. بصوا يعني حاجة بسيطة قوي من الكمون، وعلشان بس الورق لونه ما يتغيرش او لونه ما يغمقش يعني. تمام. طيب هنا الكمون احنا حطينا رشة بسيطة بس عشان الريحة بتاعة الكرنب. طيب احنا حطينا ملح يا رشا، ده الملح بيخليه يجلد ابدا. اوعوا حد يضحك عليكم ويقول لكم الملح بيخليه يجلد، بالعكس خالص. الملح والسكر دي تعتبر مادة حافظة وكمان بتظبط الطعم. يعني بدل الكرنبة ما تبقى مسخة كده، الملح والسكر بيظبطوا الطعم بتاعها، خصوصا الكرنب اللي بيبقى مزروع في ارض مش حلوه، فبيطلع الكرنب بتاعها بيبقى ماسخ او مش مسكر يعني. فاحنا شويه السكر اللي احنا بنحطهم بيخلوا طعم الكرنب حلو، يعني حلو مش مسكر بس يعني طعمه مظبوط يعني. تمام. وبنطلعه طبعا في طبق فيه ميه بارده علشان نبرده ونوقف التسويه. بنحط الكرنبه على ناحيه العروق الاول، الناحيه اللي احنا مقورينها دي بنحطها حوالي 3 دقايق، وبعد كده بنقلبها الناحيه التانية 3 دقايق، يعني على كل ناحيه 3 دقايق. وبعد كده بنشيل ورقه بورقه كده ايه من على الوش. ما تجيبوش ورقه من تحت قبل ورقه، يعني شوفوا اتجاه الورق ازاي وخدوا الورقه اللي على الوش شيلوها. كمان لما نيجي نسلق الكرنب يا ريت الكرنبه تبقى غطسانه كويس في الميه، يعني الحله تكون اكبر من ما انا حاطه كمان. يعني انا هنا متحكمه في الكرنب علشان انا عندي خلاص خبره في الكرنب، فبعرف اتحكم فيها والفها كويس من كل الاتجاهات والكلام ده كله. لكن لو واحده لسه مبتدئه ممكن ما تعرفش تظبط الموضوع ده. انا سلقت معاكم كرنب اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى هكمل باقي الكرنب اللي عندي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وطول ما انا شغاله كده الشويه اللي انا بخلصهم وبشطفهم بقوم جايه رصه الورق كل مقاس على بعضه، يعني كل مقاس الصغير على الصغير والكبير على الكبير والوسط على الوسط، واللون اللي هو لونها اخضر مع اللي لونها اخضر مع بعضه عشان تبقى الرصه برصتها. طول ما انا شغاله كده كنت برص كده الورق على بعضه على حسب المقاس، كل مقاس مع بعضه يعني كده بتاع كل كرنبه. طبعا الكرنبه بتبقى مقاسات، فانا كنت بجمع كله ايه مع بعضه. تعالوا بقى نقطعه واقول لكم طريقه سهله جدا جدا في التقطيع. شوفوا بقى الكرنب اللي قدامنا ده كله مش هياخد معانا حاجه خالص. بنفس الرصه اللي احنا رصينها دي كده هنيجي بزاويه نقوم جايين واخدين العروق كده ايه كلها مع بعضها كده. شوفوا احنا رصين ورق قد ايه. العروق ديت يا بنات انا مشرميها، العروق دي بيضه وحلوه فانا مشرميها. انا بحب اخللها، وهقول لكم على طريقه التخليل. اللي حابب يعرف الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات هنزل لكم الطريقه على طول. طبعا انت بتقطعي بقى المقاس اللي انت عايزاه، يعني بتحبي الصباع صغير اعمليه صغير، بتحبي الصباع كبير كبري بقى وصغري. ده ايه المقاسات دي في ايدك انت. تمام. ادي برضو دول قد بعض فاعملهم مع بعض. طيب اللي هم بقى اللون ده كده اللي هو اللون الاخضر الفاتح شوية، انا باخد العروق بخليها برضو على جنب، علشان كل كيس او كل طبخة انا هحطها في علبة او في كيس او في طبق، هحط معاها شوية عروق من اللون ده على قد بس إيه فرشة تحت او بطانة لقاع الحلة. تمام. يعني احنا مش هنرمي حاجة خالص، العروق البيضاء هنخللها، واللي هي لونها فاتح اخضر فاتح دي هنخليها تبقى بطانة
في قاع الحلة من تحت، وبرضه هنقطع على حسب ما احنا عايزين. شوفوا بقى الطريقة دي سهلة ازاي، ما بتاخدش معانا ولا وقت ولا مجهود. بدل ما تعملي ورقة ورقة والكلام ده كله، لا ده انت هتعملي كل كرومبة مع بعضها. الموضوع سهل خالص ومش هياخد معانا وقت خالص. وتقدري كمان تعمليه بالطريقة دي، تلفيه كده وتشيلي الحتة اللي هي في الجنب دي، وهنقسم على 3 برضه بنقطعه بنفس الطريقة. شوفوا بقى الكرنب معانا ما اخدش معانا وقت، وشوفوا الرصة حلوة ازاي. اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده، بسرعة الصاروخ هتكوني مخلصة الكرنب بتاعك ومظبطاه. جربوا الطريقة دي وما تكسلوش، الطريقة دي هتنفعنا حتى لو مش عشان رمضان، في الايام العادية انا بحب اعمل كده واطلع الطبق على طول يبقى جاهز.